الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونتوب إليه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله محمد رسول الله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر وأخطأ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وكلامه، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله تعالى وإياكم من حرها وعذابها. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وربك يخلق ما يشاء ويختار. في رحاب هذه الآية تكلمنا في الخطبة السابقة عن اصطفاء الله تعالى لهذه الأشهر الحرم، وهي من الأشهر العظيمة، وهي من الأيام العظيمة، هي من الأيام العظيمة التي نهانا الله تعالى عن ظلم النفس فيها، ظلم النفس باقتراف المحرمات والآثام والعياذ بالله. هذا هو ظلم النفس. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأشهر التي نحن فيها، مبدأها شهر ذو القعدة الذي نحن فيه الآن، ثم شهر ذي الحجة، ثم شهر الله المحرم، وشهر رجب الذي بين جمادى وشعبان. أشهر حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأشهر فيها أيضا كما نعلم كلنا بإذن الله، وفيما سيهل علينا بإذن الله في الأيام القادمة، 10 الأوائل من ذي الحجة، بمعنى أن هذه الأشهر معظمات، هذه الأشهر مكرمات، هذه الأشهر مختارات من عند الله سبحانه وتعالى، فاختار لك الله من المختارات مختارات جديدة حتى تتقرب إليه سبحانه وتعالى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات نرددها كثيرا في رمضان بالذات، لأنه هو أشهر النفحات. أشهر النفحات هي نفحة رمضان، أشهرها، فنردد فيها دائما: إن لربكم في أيام دهركم نفحات. لا، رمضان نفحة من هذه النفحات، فينتهي رمضان وندخل في شوال فيعطينا الله تعالى نفحة أخرى: من صام 6 أيام من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وحدوا الله.
نفحة جديدة وفرصة جديدة وعرض جديد. ليه؟ لزيادة الحسنات. وقعت شوية في رمضان، يعني في كام ليلة ما قمتش الليل فيهم، وقعت شوية في الصيام، قللت شوية في الذكر، عوض في شوال. شوال جا وكنت مشغول وضغط الشغل، والشهر ده كان فيه كذا وكذا والمدير والرئيس وفلان وعلان وكذا، وراح عليا. فتدخل عليك أو فيدخل عليك شهر ذي القعدة، الأشهر الحرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أشهر يجب أن تعظم فيها حرمات الله، وعلى الجانب الآخر تعظم أيضا شعائر الله، تعظم الحرمات باجتنابها. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ضاع عليك شهر ذي القعدة ونحن اليوم 27 وما عملتش حاجة في ذي القعدة، ما عملتش. وواحد تاني بعد رمضان يقعد زعلان ومتأثر. ليه؟ ما عملتش حاجة في رمضان، أو ضيعته، أو يا دوب كنت بصوم بس ما قريتش كتير، ما قريتش قرآن كتير، ما قمتش الليل قوي، كان الذكر كان قليل شوية. لما الندم؟ طالما أن لك عمر فلا مكان للندم. ليه؟ لأن كل يوم الله يعطيك فرصة جديدة، فرصة جديدة للأعمال بشكل عام، ومع استمرار الأيام تلاقي فرصة جديدة للأيام بقى اللي فيها إيه؟ اللي فيها نفحات، الأيام التقيلة، الأيام الشديدة، الأيام التي ليست ككل الأيام، وكلنا نعلم ذلك. في هذه الدنيا نغتنم ماذا؟ نغتنم فرص الدنيا. إذا كان الرجل تاجرا وأتى موعد تجارته تربو فيها، يكون على أهبة الاستعداد. والله أنا بتاجر في سلعة بتزدهر في هذه الأيام، في الشهر الفلاني بتزيد وبتبقى في السماء، بنفضل قاعدين بقى وما بنشتريش وبننام. وأول ما نلاقي الأيام دخلت نقول يلا بقى نشوف إيه، نشوف واحد بتاع جملة نشتري منه، طب خليها بكرة، طب نتصل كده نشوف السوق عامل إيه. لا، قبلها بإيه؟ بمدة نحضر ونجهز، وجهز المحل ورص البضاعة كويس واشتريها من بدري، ويعمل حسابك في طلبية تانية عشان لو الأولى خلصت ترتيبات. كلنا في هذه الدنيا هكذا، كلنا بلا استثناء، في أي مهنة، كل مهنة وكل عرض من أعراض الدنيا له أوقات يربو فيها، بيبقى كبير أوي، بيبقى سوقه شادد، بيبقى شغال. فبنعمل إيه؟ بنستعد من قبلها، بنستعد. هكذا العبادة، والعبادة أولى. عرفت إن داخل عليك أشهر حرم، استعد. ضاعت عليك الأشهر الحرم، أو ضاع أول شهر فيها، شهر ذي القعدة ضاع، خلاص يلا إيه؟ يلا ننام بقى، الشهر ضاع مننا ومش هنعمل حاجة. لماذا؟ ليه؟ ضاع ذي القعدة، ضاع إلا من رحم ربي طبعا. فتأتي عليك أيام العشر، أيام مباركات، بل هي أعظم أيام العام عند بعض العلماء، لأن البعض الآخر بيقول إيه؟ العشر الأواخر من رمضان، والبعض قسم بينهم، قال لك في رمضان 10 ليالي، وفي ذي القعدة 10 أيام. المهم أنها أيام معظمات لا يضيعها إلا فاقد العقل. هذه الأيام يقول الله تعالى في كتابه الكريم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. أكثر أو بعض من جمهور المفسرين يقول: ما هذه ليالي العشر؟ ليالي ذي الحجة. طب وإحنا قلنا قبل كده يعني إيه والعصر؟ يعني إيه والضحى؟ يعني إيه والليل إذا يغشى؟ يعني إيه؟ الواو دي واو القسم اللي هي الحلفان، القسم، يقسم الله تعالى بهذه الأشياء. والعصر أي أن الله يقسم بالعصر، والليل الله يقسم بالليل، والضحى الله يقسم بالضحى، والفجر الله يقسم بالفجر، وليالي العشر الله يقسم بالليالي العشر. وما معنى القسم؟ كما قلنا الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم سبحانه وتعالى، والقسم لا يكون إلا بعظيم. لذلك نحن البشر لا نقسم إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله أو إيه؟ أو ليصمت. القسم بيكون بحاجة عظيمة.
نحن لأننا ابتعدنا عن الدين قليلا إلا من رحم ربي، نيجي نحلف نقول إيه؟ ورحمة أمي وحياة النبي وحياة أبويا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رسول الله أفضل خلق الله وحبيب الله سبحانه وتعالى، لا نقسم به. ليه؟ لأن هناك العظيم سبحانه وتعالى، فالقسم لا يكون إلا بالله، فالله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. والفجر وليال عشر، هذه الليالي التي اقتربنا منها كثيرا، بضعة أيام، فعلينا أن نغتنمها، علينا ألا نضيعها. هذه الخطبة والقادمة كلها في هذا السياق. لا يجب على المؤمن أن يضيع هذه الأيام. المؤمن كيس فطن، المؤمن كيس فطن، المؤمن عاقل. جزء من عقل المؤمن أنه مؤمن. غيرك يعبد شجرة، يعبد حيوانا أعزكم الله، يعبد إنسانا، أنت تعبد الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن المؤمن كيس فطن، عاقل، ناصح. فكذلك هذا الناصح لا يضيع الفرص. ده السلعة الفلانية عليها عرض، لا ننام. ده فلان بيدي فلوس لله لأي حد، ما بنقعدش نقول هو يجيبها لنا، بنجري. كذلك هذه الأيام يجب أن تغتنم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اغتنم 5 قبل 5. ركز وخد بالك، حياتك قبل موتك. انت عايش، واحنا حتى الآن عايشين، في غيرنا مات ليس له فرصة أخرى في العمل، إن كان محسن فمحسن، وإن كان مسيء فالله أولى به. هو الآن يتمنى هذه اللحظة، هو الآن يتمنى هذه الجلسة، هو الآن يتمنى دقيقة، هو الآن يتمنى ثانية واحدة يذكر الله فيها ذكرا واحدا. مش هقول لك بقى بيتمنى يرجع يصلي 5 أيام ولا 5 سنين، هو يتمنى لو يرجع يقول الله أكبر، يقول سبحان الله، يقول الحمد لله، يقول أي ذكر. أنت في هذه الفرصة الذي يتمناها ملايين الناس، بأنك على قيد الحياة. فماذا تفعل؟ تغتنم. اغتنم 5 قبل 5، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك. اغتنم هذه الأوقات، اغتنم وقتا سيمر عليك وتكون لن تستطيع أن تعمل عمل إلا إذا أكرمك الله سبحانه وتعالى. لا تظن أن كل الناس زي ما في كثير فاكرين يقول لك لما أكبر هعمل وأعمل وأسوي نشوفش فلان راجل عنده 70 سنة وجسمه خلاص مفيش وكذا وكذا، وبيصوم وبيقوم الليل وبيفعل ويفعل ويفعل، هنبقى زيه، ما تقلقش. عارف انت ليه قلت على فلان؟ لأنه نموذج وسط 100 واحد مش زيه. أما لو كل الناس هكذا كنت هتقولها مطلقة، يا عم لما نكبر إن شاء الله هنبقى زي الناس الجميلة دي. أما الآن، أما نحن نيجي نتكلم نقول لك ما بتشوفش الحاج فلان أو الشيخ فلان؟ ده راجل عنده 70 سنة ولا 80 سنة ما بيفوتش فرض في الجامع، وبيصوم وبيقوم الليل، ودايما ماسك المصحف، ودايما ماسك السبحة، هنبقى زيه لما نكبر. طب ليه مش هتبقى زي التاني اللي قاعد في نفس السن بيتفرج على حاجة حرام، أو بيشرب حاجة حرام، أو بيفعل حاجة حرام، أو ما بيعملش حرام بس ما بيعملش حلال؟ ما هي معادلة، إما هذا أو ذاك. لو دي ما ظبطتش والعياذ بالله التانية هتظبط. فأنت تغتنم هذه الأوقات. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان عابدا زاهدا من الزهاد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان بيصوم كل يوم، وفي رواية أنه كان بيقرأ القرآن كامل كل يوم، وبيقوم الليل. حاجة كده إيه، سوبرمان بقى، ما هو ده ما فيش بعد كده. فبلغ هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له صوم 3 أيام من كل شهر. قال له إني أقدر زيادة شوية. قال له صوم 2 وخميس. قال له إني أقدر. إلى أن وصل معه النبي صلى الله عليه وسلم قال له صوم يوما وأفطر يوم. قال له إني أقدر، يعني أنا أقدر زيادة. قال له لا، صوم يوما وأفطر يوم، فذاك صيام نبي الله داود. طب والقرآن؟ قال له اقرأه في شهر مرة. قال له إني أقدر. إلى أن وصل مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأه في 3 أيام. ده راجل زي ما قلنا إيه، سوبرمان أهو.
لما كبر حصل ايه بقى؟ تعب، كانش يعرف. وهو قال للنبي ان انا هصوم يوم ويوم وهقرا القران في 3 ايام وكذا وكذا. فما كبر والعظمه كبرت وطلع ان السن ليه احكامه وليس الشباب كالهرم، قال لك ايه بقى؟ قال لك ما معناه ليتني اخذت برخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله. هو مش قادر يبطل عشان قال النبي هيعمل كده، بس لما كبر عرف ان ايه؟ ان الجسد لا يرحم. فيك صحه مضيعها في ايه؟ في حرام والعياذ بالله، خد بالك هتروح مش هتستمر. طب مش مضيعها في حرام بس برضه مش مضيعها في حلال، انا واقف في النص، يعني انا لا مع اللي عملوا الحلال ولا مع اللي اتمتعوا حتى وخدوا ايه؟ الشهوات الحرام، برضه انت خاسر، لانها اما هذا او ذاك، اما ابيض او اسود، في جنه وفي نار، مفيش مكان في النص ايه؟ وسط، يعني مفيش مكان في النص حر على رطب كده، هي جنه او نار. فاما ان تكون من اهل الجنه باذن الله، نسال الله ان نكون منهم، واما ان تكون والعياذ بالله من اهل النار، نسال الله تعالى ان يقينا النار سبحانه وتعالى. فيجب ان تغتنم، لا يجب ان تفوت هذه ايام مباركات، ايام اقسم الله تعالى بهن، ايام هي اعظم الايام عند الله سبحانه وتعالى. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعد ابدا، كتاب الله وسنتي. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على سيد الخلق وعلى رأسهم بني البشر، الشفيع المشفع في أرض المحشر، ثم أما بعد. طيب هنعمل إيه؟ يعني ماشي، أيام عظيمة، نعمل إيه؟ اعمل أي حاجة. مبدئيا قبل ما نقول تعمل إيه بالظبط، اعمل أي حاجة. أي حاجة إيه؟ أي حاجة صالحة، أي عمل صالح تستطيع أن تفعله افعله. يعني سنحاول أن نعطي أمثلة، ولكن قبل أن نحاول وإن لم نستطع في هذه الخطبة، اعمل أي ما تستطيع أن تفعل في هذه الأيام من العمل الصالح. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام أحب إلى الله سبحانه وتعالى ولا أعظم العمل فيهن من هذه الأيام. يعني أحب أيام إلى الله وأعظم أيام تشتغل فيها هذه الأيام. فتعمل إيه؟ اعمل أي عمل صالح. طب ما يا عم الشيخ قول لنا، اصل في واحد بيقول لازم تصوم، واحد بيقول تقرا قران، واحد بيقول افعل ما تستطيع. لا تكن حجتك كثره الاقاويل. اصل الشيخ الفلاني قال كذا وانت قلت لنا كذا، وفي شيخ على التلفزيون قال افعلوا كذا، فانا بصراحه ما بقتش عارف اعمل ايه فقعدت بقى. خلاص بقى، لا، افعل اي عمل. ما من ايام احب الى الله ولا اعظم اليه العمل فيهن من هذه الايام. فقال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: ولا الجهاد في سبيل الله. الجهاد بقى اللي هو ايه؟ اللي هو الأول اللي جايب 101%. ولا الجهاد ده اللي هو ايه؟ مقفل خلاص. ولا الجهاد في سبيل الله، يعني الجهاد مش أعظم من العمل في هذه الأيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ ولا الجهاد إلا واحد بس اللي هيعمل حاجة أعظم منك في هذه الأيام، إن واحد يخرج للجهاد في سبيل الله بنفسه وبماله فلا يرجع من ذلك بشيء. يعني لا ماله هيرجع ولا هو هيرجع، يستشهد في سبيل الله، ده الوحيد اللي أعظم منك. أما أي حد تاني أنت تفعل أعمالا هي أعظم الأعمال في هذه الأوقات، ده أعظم واحد، ده اللي هو اللي فوق خالص. طب إحنا ما فيش جهاد أصلا، يبقى تعمل إيه؟ يبقى تعمل عمل صالح بسيطة. أول العمل الصالح في هذه الأيام التوبة التي كررناها ونكررها وسنكررها. يجب أن تتوب. المؤمن تواب. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله يحب التوابين اللي بيعمل إيه؟ يتوب
كتير كتير تاني. ليه؟ لأن الرجل يذنب، لأن الإنسان يذنب، خلق الإنسان على حب الذنب والعياذ بالله. فحتى الراجل اللي هو بيفعل كذا وكذا وانت حاسه مفيش زيه له ذنب. هو مش لازم يعمل زينا كده ويقف في نص الشارع ويقول للناس شوفوا، لا، هو ليه ذنب، بس ربما بينه وبين الله، بينه وبين واحد بس يعرفه بتاع. فايه اللي بيحصل؟ لازم يتوب. ان الله يحب التوابين، اللي بيتوبوا كتير، لأن الإنسان يذنب، طبع الإنسان الذنب، فيجب أول ما تفعل أن تتوب، تنظف هذا القلب. القلب ده مليان والعياذ بالله بالسواد إلا من رحم ربي. فعشان تدخل له بياض، عشان تدخل له نور الحسنات، لازم إيه؟ تنظف مكانها. ما هو مش هناكل أكلة مكان أكلة، يعني مش هنحط حاجة مكان حاجة، مش هنيجي الإزازة اللي حاطين فيها بنزين للعربية وبعد ما نفضي البنزين من غير ما نغسل نروح حاطين فيها عصير، مش هينفع. لا، هننظف. تنظف إزاي؟ بالتوبة. أتوب قد إيه؟ توب كل يوم، بل توب كل ساعة، بل توب كل دقيقة. ولا يمل الله حتى تملوا، يعني ارجع لربنا كل دقيقة، مش هيزهق منك سبحانه وتعالى، مش هيمل منك سبحانه وتعالى إلا أن تمل أنت. وهذه هي المصيبة. فأول ما تفعل التوبة، والتوبة من عظمتها، من عظيم التوبة، مش بس بتشيل السيئات. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. يعني مش هتوب واروح اقعد في البيت خلاص، لا، لازم في عمل. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والله 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 إنها من أعظم الآيات. الله سبحانه وتعالى هو الكريم. اوعى تبص للحاج فلان ولا للراجل الفلاني وتقول ده كريم. الله هو الكريم. والله لو جبت أكرم أهل الأرض ليقول أو ليفعل مثل هذا الفعل لما فعل. أتوب يعني إيه اللي يحصل؟ يعني الحسنات تتشال؟ لا، الحسنات تبدل، السيئات تبدل حسنات. أتوب المفروض بالعقل والمنطق. لو كان الرجل منا هو الذي يفعل التوبة، هو الذي يضع قوانين التوبة، كان هيقول إيه؟ اللي يتوب سيئاته تتشال كده، أنا راجل إيه؟ عادل. الله هو العدل سبحانه وتعالى، بس في حاجة، هو الكريم، هو العدل والكريم. فالعدل ماذا يفعل سبحانه وتعالى؟ تتوب فسيئتك تتشال وتبدل حسنات. ده أنا عامل جبال سيئات وكنت أفعل كذا وكذا، كل هذه الجبال من السيئات والعياذ بالله تتحول تبقى حسنات بإذن الله سبحانه وتعالى. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فاللي مش تايب أو اللي ما تابش ماذا تنتظر؟ بس اقف مع نفسك كده لوحدك، قول أنا مستني إيه؟ لأن ملك الموت ربما يأتيك وأنت تقول أنا مستني إيه؟ بل ربما يأتيك قبل أن تقف هذه الوقفة. فالتوبة يجب فيها المسارعة. تبنا إلى الله سبحانه وتعالى. ماذا نعمل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله تعالى العمل فيهن من هذه الأيام، فيكثروا في هذه الأيام من التهليل والتحميد والتكبير. ذكر الله من أسهل العبادات. طبعا كل هذا خلاف فرائض. يعني المسلم يصلي، الجميل يصلي، المؤمن يصلي إيه؟ الفرائض. وإن كان قادرا على الحج يحج، وإن كنا في وقت الصيام فرض صام، وإن كان بلغت أمواله مقدار الزكاة زكى. يعني كل اللي بنقوله ده إيه؟ بره الفرائض دي مفروغ منها. يعني هو يصلي، فإحنا بنقول له إيه بقى؟ اذكر الله، اذكروا الله بس. إنما اذكر الله وما بيصليش ما ينفعش خالص. لا بجد ما ينفعش. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. ده اللي بينك. عشان تعدل الشرك في سلمة في النص، في درجة في النص، في مرحلة في النص، في بوابة في النص. ما هذه البوابة؟ اترك الصلاة.
البوابة دي هتروح شفطاك ومدخلك في إيه؟ في الناحية التانية بتاعت الشرك والعياذ بالله. فيكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير، ذكر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يذكر اسم الله في أيام ويذكر اسم الله في أيام معلومات. المفسرون يقولون هذه الأيام هي أيام العشر، لازم تذكر الله سبحانه وتعالى. زود ذكره بعد الصلاة، افعله بعد الصلاة. طب خلصنا صلاة وخرجت، اذكر الله في الطريق، اذكر الله في المواصلات، اذكر الله في الشغل إن كنت تستطيع. ذكر الله. وليه قلنا من أسهل العبادات؟ مش مستاهل يعني، مش حوار. ازاي؟ يعني مش هقوم اتوضى وبعدين اسيب شغلي عشان اروح اصلي وبعدين ارجع الشغل او اروح لحد المسجد وارجع وانت في مكانك. اذكر الله سبحانه وتعالى. خاتم تسبيح ودوس فيه كده واذكر الله وشوف الارقام، هتتبسط. هتحس انه يا سبحت 1000 تسبيحه. 1000 كتير قوي. 1000 والله ليست بكثير، ده بتيجي في كام دقيقه بسيطه خالص خالص. تلاقي نفسك بعد ايه 3 4 5 دقائق 10 دقائق بالكتير بتبص بتلاقي رقم 1000 مكتوب. ليه؟ انت فاكرها كبيره 1000 دي، بس هي ايه؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. مثلا تلاقي نفسك في كام دقيقه فجاه بقيت 1000. فاول ما تلاقي نفسك 1000 شهيتك تتفتح. طب الخمسه تيجي في قد ايه؟ يلا 5 10 20. بمشي بايه؟ بخاتم يذكرني بالتسبيح، امشي بسبحه في ايدي تعودني على هذا الامر. طب انا لما متعود على خاتم ولا السبحه، عقلك اهي ايدك، يلا في عقل، سبح يلا هم سبح. طب انا مش عايز اعد، الغي ايدك، سبح بقى اديها. احنا قاعدين النهارده نسبح، او انا ماشي في هذا المشوار هسبح، بدل ما ماشي بعمل كذا او بتسهره او بسمع كذا همشي تسبيح. فهذه الايام هي ايام الذكر. سيدنا أبو هريرة سيدنا عبد الله بن عمر كانوا بيخرجوا في الأسواق في هذه الأيام يكبروا فيكبر الناس. احنا بنخرج نعمل ايه؟ نقول للناس يلا نكبر، فيخرجوا في الطريق يكبروا، هيا بنا نكبر. فهذه أيام الذكر فيها من أحب الأعمال. فنبدأ هذه الأيام أولا قبل بداية هذه الأيام. نحن اليوم 27 من شهر ذي القعدة، يعني كده بقى على هذه الأيام ايه؟ 3 أيام. نستعد ازاي؟ اول الاستعداد التوبه. توب في هذه الايام. ادخل هذه الايام بقلب نقي، بقلب عازم على عدم العوده على هذا الذنب، بقلب صادق لله سبحانه وتعالى، بقلب ينوي ان يعبد الله في هذه الايام استغلالا لهذه الايام. فهي تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة واحدة فلا يشقى بعدها أبدا. وهي أيضا تدخل في قول الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله سبحانه وتعالى اختار لنا هذه الأيام لتكون أياما معظمات، أياما نتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كما قلنا سابقا الله سبحانه وتعالى يصطفي من الناس ويصطفي من الأماكن ويصطفي من الأزمنة، فاصطفى الله لنا هذه الأيام التي أقسم بها في كتابه الكريم. فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وحتى أنه في التفسير أن الشفع هو يوم عرفة، والوتر الشفع هو يوم النحر والوتر هو يوم عرفة. فكلها أيام معظمات، كلها أيام مباركات، كلها أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه أيام العمل الصالح فيها أعظم بكثير من العمل في غيرهن. فاتقوا الله سبحانه وتعالى واعملوا في هذه الأيام لأنفسكم لا لغيركم، لأنفسكم لا لله سبحانه وتعالى. وللحديث بقية إن كان في العمر بقية، والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب على الحق أقدامنا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم والشهر الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا شابا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها يا رب حفرة من حفر النار. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها يا رب حفرة من حفر النار. اللهم قنا حر يوم القيامة،
اللهم قنا بأس يوم القيامة، اللهم قنا هول يوم القيامة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واجعل يا رب آخر أعمالنا من الدنيا الصلاة، وآخر قولنا منها لا إله إلا الله. عباد الله، إن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه يزدكم وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.